السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة بقى معانا التوكة الجميلة دي، أنا بوريها لكم من جميع الاتجاهات عشان هننفذها مع بعض بإذن الله. دلوقتي شكلها جميل جدا وبسيطة جدا. وبصوا أنا حطيت لها النجمتين دول من على الحرف مع الفيونكات فادت شكل حلو. هي مقاساتها اللي قدامكم على الشاشة، وانا برضو هقول المقاسات وانا بشتغل يعني عشان ما نتوش من بعض. هنا بقى معايا شريط ستان وجه واحد، هاخد منه شريطة واحدة 63 سنتي، هعمل بيها فيونكة. وطبعا انتوا عارفين انا بعمل الفيونكة ازاي، اهي قدامكم. انا عاملاها بالطريقة دي بايدي وعلمتها علامة النص زي ما انتوا شايفين كده، وهاجي من على الحرف اعمل لها دوران كده اهو، والسعه بالنار عشان طبعا ما ينسلش. زي ما انتوا شايفين الفيونكة عمايلها سهلة، مش محتاجة ان انا اشرح عمايلها، وعملناها كتير مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، اللي بتبقى تحتانية. وهاجي بقى انا عامله لها طبعا خط النص ده معلماه ها، والشريطة دي زيادة معايا رحت سايباها طبعا وعملتها بالدوران الجميل ده فادت منظر حلو. دي مقاسها 63 سنتي في عرض 4 سنتي. حبايبي ادعوا لشهدائنا اللي توفوا من بني سويف ومن بني مزار من كل حتة. ادعوا لولادنا اللي توفوا في ليبيا، وندعي برضو لولادنا اللي هم أساسهم ليبيين، ولولادنا برضو اللي في المغرب. ادعوا يا حبايبي، ادعوا ليهم ربنا يرحمهم ويحتسبهم عنده من الشهداء. معلش أنا أسفة إن أنا بقول لكم الكلام ده، لعل وعسى دعوة حد ربنا يستجاب ليهم لو إنهم هم شهداء إن شاء الله بإذن الله. الله يرحمهم جميعا. هنا بقى هنجيب الأربع شرايط اللي هم شريطين موف والشريطين الموف اللي في ورد ده في بنفسجي يعني مشجر جميل قوي. هلزق كل اتنين مع بعض. المقاس 33 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، 4 شرايط، شريطين موف وشريطين مشجر 33 سنتي. هلحم كل اتنين في بعض، واحد مشجر وواحد موف، عشان اعمل بيهم الشكل اللي قدامكم ده بالطريقة دي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين، ارحم جميع الاموات في كل مكان يا رب. وادعوا للأم اللي مات أولادها التلاتة، ربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء. معلش يا حبايبي، ربنا يربط على قلب كل أم مبتلية، ويربط على قلبها يا رب، ويصبرها ويصبرنا ويصبر الجميع يا رب. معلش يا حبايبي أنا أسفة إن أنا بقول لكم كده. ادعوا لها ربنا يربط على قلبها. طبعا احنا مصريين ودول ولادنا، فلازم برضو نساند بعض كمصريين ونساند بعض كشعوب عربية. ربنا يرحم الجميع. هنا بقى الشريط عندي 4 سنتي، انا هخليهم احطهم على بعض، اخليهم
6 سنتي، يعني هعمل 2 فوق بعض، 2 سنتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقى 6 سنتي بالظبط. هعلم بقى علامة النص. جميلة جدا وبسيطة، ما فيهاش شغل. لا إله إلا الله. طبعا طالما قستيها ولقيتيها 6 سنتي تبقى إذا هي مظبوطة، يعني أكن عملناها خط واحد 6 سنتي. أنا بعلم بس 3 سنتي عشان يبقى ده النص بتاعها، يعني 6 سنتي هنيجي عند النص اللي هو 3 سنتي ونبقى ظابطين، عشان هو ده اللي هنقفل عليه. ادي كده الشريطة بنعملها بالمنظر ده، وهقلبها كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هروح قلبها برضو من الناحية التانية اهي بالطريقة دي. شفتوا المنظر بتاعها اهي اتقلبت، ادت المنظر اللي قدامي اللي انا عاملاه في الاولانية. وهاجي من عند النص اعلم واحطهم على بعض من عند خط النص، وهاجي بقى بالابرة والفتلة ابدأ اسرج زي ما انتوا شايفين كده من الحرف بقى اللي هو اول 6 سنتي، عشان اكشكشهم مع بعض بالطريقة دي. هي حلوة مش وحشة وبسيطة، بس برضو تبان ان فيها شغل. هي ما فيهاش اي شغل. هنا بقى هقطع الفتلة وهعمل ايه، هظبط بقى وابدأ اشوف التانية هكشكشها برضو نفس الطريقة. والله شكلها جميل جدا. هاجي بقى هلزق هنا بالفازلين، عايزة اقفلها على بعض عشان لما اجي اركب اللي هي الفيونكة اللي في الاخر. شايفين شكلها والله جميل. اجي برضو من عند اول 6 سنتي وابدأ اسرج بالطريقة دي. هاخد السراج على بعد حوالي 1 سنتي زي ما انتوا عارفين، بتبقى افضل في الكشكشة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى خلاص هكشكشها، هبدأ اقفل اهو. والف الفتلة عليها زي ما عملنا في التانية، نعمل في دي قطع الفتلة. ابدأ اظبطها بقى عشان لما الزقهم على بعض يبقى شكلهم حلو. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى بحط نقطة شمع كده على خفيف عشان الفيونكة تبقى مظبوطة دي معايا.
على بال ما افنش. وهنا كذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اجي بالطريقة دي عشان اما الزقهم بشوفهم. هلزق بقى بالشمع. هنا بحاول بس اثبت بعض الحروف على بعضها عشان تبقى ملمومة معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما اتلزقت بدأت تظهر. ادي اهي منظرها زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. جبت بقى الفيونكة اللي انا عاملاها وهبدأ بقى اعمل الكليبس. هحط ظهره فازلين، اللي هو مش فازلين، بوخ، معلش انا اسفة. قصه على قد عرض المشبك. هنا بقى بحط شمع واحط الكليبس الزقه على الفيونكة. اجي كده هجيب بقى 11 سنتي، 11 سنتي اللي هقفل بيهم الفيونكة دي مع الفيونكة التانية مع الكليبس. هتنيهم كده زي ما انتوا عارفين احنا بنتني ازاي. انا تنيته واحد في واحد في واحد، يعتبر يعني على 3. وهبدأ الزقه بقى ايه على الكليبس الاول. الحتة دي هلزق على الكليبس الاول واقفل الكليبس عشان اكمل اللف بتاعها. وانا ماشية بحط الشمع زي ما انتوا شايفين كده عشان اقفل بيه. بس المهم ما يأثرش على الفيونكة نفسها بتاعت التوكة، يظبط معايا. خلصت. اخر حتة بقى هجيب بقى الفازلين اقصه على المقاس اللي انا عايزاه، اقص الزيادة واروح مكملة لزقه زي ما انتوا شايفين كده. اديني مظبوط اهو كده، ظبطته خلاص، مش محتاج خلاص. بنضف بس الشمع اللي هو بيبقى خيوط الشمع دي. ادي كده المنظر. هاجي بقى ايه ابدأ اعمل الفيونكات الصغيرة اللي هلزقها هنا في الحتة دي، من الناحية دي ومن الناحية. هقيس بقى شريطين 12 سنتي، شريطين انا ماشية معاكم اهو 12 سنتي.
عشان الفيونكة طبعا انا مش عايزاها كبيرة قوي، عايزاها تبقى مظبوطة. هقص بقى الشريطين والسعهم بالولاعة واحدد النص بقى بتاعهم. زي ما انتوا شايفين كده، واروح جايباهم. وطبعا احنا عارفين بنعمل الفيونكة ازاي. حددنا النص، بنتني الحرفين من الناحية التانية على بعض ونبدأ نسرج، وبعد السراجة كشكشة فالشغل. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلتت الإبرة مني عشان ما تعقدتش، فأنا بعقدها وهرجع تاني أعملها. خير، الحمد لله الحمد لله. كشكشها بقى واروح قطع الفتلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده، بقت فيونكة جميلة. هعمل بقى التانية برضو بنفس الطريقة، هلسع بالولاعة وحددت النص زي ما شفتوا، وهبدأ اتنيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى لزقت اول واحدة. هوريكم بقى، انا جبت شريط من الموف 3 سنتي، وطبعا عرض 4 سنتي، فانا هعمله ايه بالعرض. يعني ال4 سنتي هيبقى الطول بتاعه وهو 3 سنتي، ولسعتهم بالنار من الحروف عشان ايه اعمل الفاصل بتاع الفيونكة الصغيرة اللي هو بنلفه على المكان ما بنكشكش الفيونكة زي ما انتوا شايفين كده. بص بقى الصغننة قوي، بس والله حلوة جدا اهي. هروح لازقة بقى، ابدأ الزق زي ما انتوا شايفين كده. خلصت، لزقتها اهي، بقت بالمنظر الجميل ده، حلوة قوي. هجيب بقى النجوم دي بتاعت شغل الحظاظات اللي معانا. فهاخد نجمتين احطهم في نص الفيونكات الصغيرة دي من على حرف التوكة. ادت منظر شكلها حلو. هعمل برضو واحدة تاني من الناحية التانية بنفس الطريقة. ادي المنظر. هجيب بقى هنا ابص بس اعمل ايه، واحدة كده او 2 او فيونكة ما عجبونيش، قلت لا خليها فاضية كده عشان تبقى التوكة هادية وجميلة. وطبعا زي ما انتوا شايفين شغلها بسيط جدا ورقيق جدا ولونها هادي قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. خلصت التوكة. طبعا اي خيوط من
بتاع الشمع بشيلها، بحاول انضف شغلي عشان يبقى منظره جميل ونضيف ومنسق كده زي ما انتوا شايفين. ويا رب تكون عجباكم وتعجبكم، واللي عجبته يا حبايبي يعمل لايك ويحط سبسكرايب، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد، يفعل زر الجرس. وبفن بسيط طبعا. يومك سعيد مع ماما شوقة، هتفيدي وتستفادي وتقدري تبتكري وتنتجي، تنفعي بيتك وولادك وطبعا المجتمع كله. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه ويرفع عننا. اهي التوكة اهي جميلة وبسيطة، ودمتم في رعاية الله وأمنه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.